إعلان وزارة العمل المصرية عن توفير 800 فرصة عمل في المغرب لممرضات مصريات أحدث موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر بعض النشطاء المغاربة عن استغرابهم من استقطاب كفاءات أجنبية في وقت تعاني فيه البلاد من نسبة بطالة مرتفعة. فما هي تفاصيل الإعلان الذي أثار العاصفة؟ بحسب وزارة العمل المصرية، هذه الفرص مقدمة من إحدى المنشآت الصحية المغربية التي لم يكشف عن اسمها، وتوفر راتبا شهريا يناهز $1000 وتعويضا عن السكن للممرضات المصريات، بشرط توفرهن على خبرة وإجادة اللغة الإنجليزية بمستوى مقبول. لكن الإعلان لم يمر مرور الكرام على النشطاء المغاربة الذين تساءلوا بغضب كبير عبر منصات التواصل عن المنطق أو السبب وراء استيراد ممرضات أجنبيات. نتابع بعد تعليقات النشطاء المغاربة على موضوع أحلام كتبت: أنشئوا مدارس للتمريض وسجلوا عددا كبيرا منهم بدل توظيف الأجانب. أما أمينة فكتبت: هذه الأوقات غادي تكون فضيحة وجريمة في حق العاطلين والمعطلين على أو عن العمل. أما حسنى فكتبت: زعما واش حنا وصلنا للمستوى اللي كل شيء عندنا خدام واللينا محتاجين ليد عاملة أجنبية. بعد هذا الجدل، كشفت تقارير إعلامية أن التوظيف سيتم في مجموعة أكديتال الطبية في المغرب، غير أن المجموعة نفت ذلك، وأكدت في بلاغ عممته على الصحافة ونشرته على منصاتها الرقمية، أكدت أنها لم تبرم أي اتفاقية مع أي جهة أجنبية لاستقطاب ممرضين من خارج المغرب. وكشفت المجموعة أن سياستها التوظيفية الحالية تشمل الكفاءات المغربية.